كنت يا جماعه عند قرايب جوزي وكانوا عايزين يحطوا لنا بلح رطب. قلت له لا سيبوني انا يا جماعه، موضوع بلح الرطب ده انا بحب اغسله جدا جدا. هتشوفوا دلوقتي طريقه تقديم بقى بلح الرطب على اصوله، وقولوا لي يا جماعه بتعملوا زيي ولا بتغسلوه كده بس على الوش؟ بصي هنا انا بقول لك ما تغسلوش كده وتحطيه، لا خالص. تعالي كده نقول مع بعض ايه هي الطريقه المناسبه لبلح الرطب عشان يبقى سهل كده ولذيذ. لان تخيلي كده انت عند ناس وتقدم لك طبق بلح رطب، هتقعدي بقى تقشري فيه وايدك تلزق في بعض والقشر يلزق في ايدك. فانا بصراحه ما بحبش كده خالص، بحب اللي يكون عندي اقدم له الفاكهه تكون سهله وبسيطه وسلسه عشان ياكل بالف هنا وشفا، عشان برضو ما تحسيش ان انت عكيتي الدنيا كده وانت بتغسلي البلح والقشر وكده. احلى حاجه بجد ان انت تغسلي البلح دوت في مصفى، بحيث ان الميه تنزل كده من المصفى وفي نفس الوقت القشر يتجمع، وتحطي طبعا البذر والحاجات ديت كلها يا جماعه في المصفى، وبعد كده البلح اللي طلع دوت معاكي في الطبق. فبعد كده هترمي كل حاجه في الباسكت، هتبقى متروقه وكله تمام وزي الفل وزي العسل. هنا كده بوريكم كده، هتاكلي على طول بالشوكه بالف هنا وشفا. بس كده عارفين يا جماعه في الكومنتات بتعملوا كده زي ولا بتقدموا بأنهي طريقه، وما تزهقوش مني انا كل شويه اطلع لكم بطريقه غسل فاكهه معينه. بحبكم جدا، باي.